العربية اللي معانا النهاردة هي العربية اللي فرنسا قررت تنافس بيها الثلاثة الكبار الألمان اللي هم بي ام دبليو وأودي ومرسيدس، لدرجة إن العربية ده بقوا يعتبروها هي رمز الصناعة الفرنسية، وبقت تبقى موجودة في موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبصراحة البراند ده ابتدى ينفست جدا في حتة ان هو يعمل انتيرير واكستيرير شكلهم اعلى من سعرهم بحبة حلوين عشان يقدر يكسب المنافسة مع الالمان. بالنسبة العربية اللي معانا هي موديل 2022، وزي ما قلنا ريفولي. العربية ده بتنزل باربعة كاتيجوريز موجودين معانا في مصر، واول واحدة وهي البرفورمانس لاين، وتاني واحدة البرفورمانس لاين بلس، وعندنا تالت واحدة وهي الريفولي اللي معانا النهاردة، ورابع واحدة هي الأوبرا. ودي أكبر ومن وجهة نظري أحسن عربية بيقدموها في السوق المصري دي اس، وهي دي اس 7. فأهلا بيكم في ريفلاين، أنا محمد الزيات، والنهاردة هنريفيو الدي اس 7 ريفولي كروس باك. نبدأ بالاكستيرير، وهي واحدة من نقاط القوة للعربية. بصراحة تحس ان المهندسين الفرنسيين ابدعوا في كل حاجة. لما ندخل في الانتيرير هتكتشفوا قد ايه العربية يعني لكجوريوس بطريقة مرعبة، وتحسها ان هي اغلى من ثمنها بكتير قوي. فلو هنبدأ بالاكستيرير وهنتكلم على الفوانيس، والفوانيس ده هنقف عندها وهنتكلم كتير، عشان الفوانيس ده بصراحة يعني انا خايف من اللي انا هقوله ده، بس الفوانيس ده بتفكرني بفوانيس عربية يمكن اغلى من الدي اس بمراحل مهوله، وفي نفس الوقت هي صناعه فرنسيه برضو. فانا خايف من اللي انا اقوله دلوقتي، بس بصراحه فوانيس العربيه ده شبه فوانيس البوجاتي بشكل كبير قوي، وهتشوفوا دلوقتي في الانسرتس وفي الحاجات اللي احنا هنوريها لكم الفوانيس بتفتح بطريقه شيك ازاي، وشكلها خطير بالليل، ولما حتى بتفتح بتعمل لك زي لايت شو. فشكل الفوانيس بصراحه خرافي وعجبني جدا. بعد كده عندنا الجريل ولوجو دي اس، وعندنا لمسات من الكروم موجوده يعتبر في كل حته، وفرونت ليب باللون السيلفر. كل الحاجات ديت مديه العربيه شكل هجومي بطريقه مرعبه. العربيه ده بالليل لو انت شفتها في مرايه عربيتك وهي جايه من وراك، العربيه شكلها مرعب قوي وانوارها عاليه، فمدي العربيه شكل هجومي جدا، ويمكن شكل كمان رياضي شويتين اكتر من ان هو شكل لكجوريوس. وتفصيلتين كمان ليهم علاقه بالانوار برضو، وهو الرننج داي لايت اللي موجود في جنب العربيه، وده يمكن اتغير في الموديلات الاجدد من الدي اس. بصراحه انا ميال اكتر للشكل ده. وعندنا برضو الفوج موجود تحت، انوار الفوج موجوده تحت في الناحيتين، وبرضو التفاصيل جوه الفانوس هتقدروا تشوفوها ان العربيه ده كل اللي فيها يعتبر معمول على شكل دايموندز، فدي حاجه شكلها شيك قوي، واللي بيركز في التفاصيل بس هو اللي هيلاحظها. وبرضو الكبوت اللي شكله هجومي قوي وفيه كيرفات، يمكن هتشوفوها لما نتكلم على السايد بروفايل هتبقى باينه. هي يمكن مش عاليه قوي زي فيديو الكامارو بالمناسبه اللي احنا نزلناه، كان الكيرفات كانت اعلى بكتير، لكن هنا شكلها يعني اهدى شويه، في نفس الوقت مدي لمسه رياضيه. وعندنا برضو الجريل فيها باترن، هو نفس الباترن الدايموندز اللي احنا اتكلمنا عليه. موجود اللوجو هنا زي مرسيدس وزي شركات كتيره، شكله شيك قوي الامبلم بتاع دي اس. وبالنسبه للبرفورمانس بتاع العربيه ده بتنزل بموتور 4 سلندر 1600 سي سي توربو، بيطلع 165 هورس باور و240 نيوتن متر من العزم. كل ده متوصل على ناقل حركه 6 سرعات اوتوماتيك. والعربيه بالمناسبه دفع امامي، معناها ان هي فرونت ويل درايف، والعربيه بتجيب من 0 ل 100 في 9 ثواني ونص. يمكن الرقم عالي، بس العربيه ده هدفها الاول والاخير ان هي عربيه لكجوريوس، وهنشوف ده اكتر في الانتيرير. وتاني حاجه ان هي عربيه عائليه جدا. دلوقتي هنتكلم على السايد بروفايل. والسايد بروفايل اول حاجه هتشوفها منه في اوله ان العلامه بتاعه دي اس، ومكتوب ان الفوانيس دي اس ليد فيجن، فدي تفصيله شكلها شيك قوي. وعندنا برضو الجونت بتاع العربيه ده بتنزل بجونت 19 تو تون، زي ما احنا شايفين درجتين من الجراي. يمكن الموضوع مش هيبقى باين قوي، بس بالليل بيبقى شكله اشيك برضو. وعندنا المرايه بيبقى لونها اسود، فشكلها شيك قوي، مختلفه عن لون البادي بتاع العربيه. والعربيه ده كيلس انتري، والمرايات طبعا فولدنج، فلو هنفتح العربيه مرايات بتتحرك تدريجي، ولو قفلناها بكل سهوله المرايات هتتضم. وعندنا من تحت العتب او السكيرت اللي تحت دوت باللون الاسود المطفي شويه، والفريم اللي حوالين الشبابيك موجود باللون الكروم. يمكن بس الحته اللي مضايقاني هي الايمين دولت ان هم بلون نوعا ما اسود لامع، حسيت ان هم لو كانوا كروم كانوا هيبقوا اشيك.
فده شكل العربيه من الجنب. وطبعا في الروف راكس موجوده باللون الكروم، فعامله كونتراست حلو قوي مع الفريم بتاع الشباك. ولو بصينا كمان لورا هنشوف سحبه الكروس اوفر، والسحبه بصراحه شكلها حلو قوي، مدي العربيه لمسه ان هي رياضيه وفي نفس الوقت تحسها كوب. عامله نفس كونسبت الجي ال سي المرسيدس الكوب، بيبقى ليها سحبه كده شكلها بيبقى حلو، وفي نفس الوقت عشان هي اس يو في او كروس اوفر ما بيبقاش مؤثر في المساحات اللي جوه، وهنشوف ده لما ندخل في العربيه. وطبعا في خطوط موجوده مخليه شكل العربيه عنيف اكتر من الجنب، زي الخط ده تحس ان العربيه فيها تمويجه كده، مديه العربيه شكل حلو قوي من الجنب. وتفصيله لذيذه قوي زي ما هم قدام حاطين علامه دي اس وكاتبين لك ان هي ليد فيجن، عندنا برضو علامه ورا عند الفانوس محطوطه ومكتوب اللوجو بتاع دي اس، شكلها شيك قوي بصراحه ومديه العربيه لمسه غاليه قوي. ومن ورا العربيه شكلها حلو جدا وشكلها مودرن جدا بصراحه. اول حاجه وهو الاكستنشن اللي موجود ورا ده مدي شكل سبويلر شويه. عندنا برضو القوايم موجوده باللون الاسود اللامع شويه، نفس اللون اللي موجود في القوايم اللي في الجنب اللي اتكلمنا عليها في السايد بروفايل. والازاز فيه درجه من التنت حلوه جدا، يمكن الازاز اللي معمول له فيميه هو اللي ورا، والازاز اللي برضو موجود على جنب البيبان عند الكنبه، الاثنين دولت معمول لهم درجه تنت حلوه قوي. والفوانيس الخلفيه اللي فيها تفاصيل كريستاليه جميله جدا، نفس تفاصيل الشكل الدايموند اللي موجود قدام واللي موجود بغزاره شديده جدا جوه العربيه. لما نخش نتكلم على الانتيرير هتشوفوا التفاصيل ديت، ومعمول تقدر تقول زي انا اقدر اسميها نظاره حوالين الفوانيس، وبرده مكمله ومكتوب عليها كروس باك باللون الكروم. شكلها بصراحه حلوه قوي شيك قوي ومكمله، هي دي اللي مكتوب عليها دي اس من الجنب اللي احنا اتكلمنا عليها في السايد بروفايل. وعندنا برضو لوجو دي اس موجود ورا، وعندنا فتحتين اكزوست حقيقيين معمول عليهم فريم باللون الكروم، دي بصراحه لمسه شيك قوي. وموجود برضو خط هنا كروم عامل كونتراست معاهم حلو قوي. وعندنا السنسورز والبامبر اللي ورا او الرفرف معمول برضو بالماتيريال الاسود المطفي شويه، نفس اللون اللي موجود في العتب اللي احنا اتكلمنا عليه في السايد بروفايل. فالعربيه بشكل عام من ورا فيها لمسات كتير قوي سبورتي ولمسات كتير قوي لكجوريوس، حاجه زي الفانوس مثلا لكجوريوس قوي، والكيرفات والحاجات اللي موجوده في البروفايل الخلفي العربيه مديها لمسه رياضيه، فميكس هايل جدا. والعربيه شكلها من ورا تحفه. واخر تفصيلتين في البروفايل الخلفي ان العربيه ديت فيها كاميرا خلفيه نقائها كويس ولكن فيها لاج خفيف، وعندنا برضو مكتوب هنا دي اس 7. دلوقتي هنتكلم على البراكتيكاليتي او العمليه بتاعه العربيه، وهي متلخصه في شنطه العربيه. شنطه العربيه طبعا ممكن تفتحها كده وممكن تفتحها من تحت اللوجو من الزرار الطبيعي جدا. شنطه العربيه كهرباء، ومساحه التخزين جوه شنطه العربيه هي 555 لتر، يمكن رقم مميز ولكنه قليل الادب شويه. عندنا مساحات تخزين موجوده في الجناب، وبرضو موجود مساحه تخزين تحت وهي موجود فيها الستبن. فالعربيه بصراحه بشكل عام كمساحه تخزين مقبوله جدا، وتقدر تستعملها كعربيه عائليه، وبرضو للسفر وكل الكلام ده تستحمل شنط سفر. فيها تفاصيل لذيذه قوي، في هنا تفاصيل كروم، وبرضو شكلها شيك قوي ومتبطنه من جوه. شكل شنطه العربيه شيك جدا، وبالنسبه لي هي من مميزات العربيه. دلوقتي هنتكلم على الانتيرير بتاع العربيه، وده من اميز الحاجات اللي فيها بصراحه، ويعني استثمروا ماتيريالز ووقت كتير قوي في ان هم يفكروا ازاي يخلوا الانتيرير مختلف. بصراحه في حاجات ايديك مش تبقى واخده عليها، زي ان الستارت ستوب انجن موجود هنا، وفي الساعه البي ار ام اللي شكلها شيك قوي، او لما بتقفل العربيه او بتدورها الساعه بتلف، شكلها بصراحه يعني فخم بطريقه رهيبه. عندنا برضو زرار الانتظار على عكس العاده مش موجود في النص مكان الستارت ستوب انجن، هو موجود تحت خالص عند اخر حاجه موجوده في ازرار التحكم اللي موجوده تحت الانفوتينمنت سيستم، الشاشه الديجيتال. والطاره المالتي فانكشن بصراحه شكلها شيك قوي، معموله من الجلد، والزراير معموله من البيانو بلاك وفيها تاتش كروم لذيذ قوي. ملمس الزراير حلو قوي، وبصراحه الطاره كاوفرول شكلها شيك قوي وشكلها غالي قوي، وفيها برضو ستيتشز موجوده حوالين الطاره من جوه ومحوطاها من كل حته، في لمسات كروم. بصراحه طاره شكلها تحفه ولكجوريوس قوي. وطبعا زي ما احنا عارفين واتكلمنا في عربيات كتير قوي ان الستيتشز بتبقى علامه مميزه جدا ولمسه، يعني بتدي العربيه لمسه غاليه قوي. موجود ستيتشز موجوده على شكل دايموندز في كل حته في العربيه. وعندنا برضو قدام الباسنجر سيت موجود برضو ستيتشز على شكل دايموندز، وفي جنب الباب عندنا لمسه هنا جلوس بلاك، يمكن ده الامبيانت لايت بتاعت العربيه، هي مش
امبيانت لايت طبعا مش قويه زي بتاعه مرسيدس، لكن بالليل بتبقى منوره لون ازرق فشكلها حلو قوي، والاوكرا معموله من الكروم، وكل حته هتلاقي فيها تفاصيل صغيره قوي بشكل الدايموند اللي احنا اتكلمنا عليه، موجود في فوانيس العربيه بره وموجود بشكل كبير قوي جوه العربيه. والكونسول اللي في النص اللي فيه زرار المودز، عندنا سبورت مود او ايكو مود، وموجود حواليه برضو لمسات صغيره قوي 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 من شكل الدايموند. شكل العربيه من جوه بصراحه كونسول تحس ان هو كونسول طياره. وعندنا الهاند بريك موجود هنا، والزراير بتاعت الشباك على عكس العاده مش موجوده في جنب الباب، موجوده في النص كل التحكمات والتشايلد لوك. وعندنا برضو اللوك بتاع العربيه السنتر لوك، وبرضو موجود الفتيس موجود في النص، دي حاجه لذيذه جدا. فتيس شكله حلو قوي، يمكن عامل شبه فتيس الرينج روفر، شكله حلو، بتحركه لورا وبيرجع تاني مكانه، بتحركه لقدام ويرجع تاني مكانه، ففتيس شكله مختلف. وماتيريالز برضو كويسه، نفس الماتيريالز اللي هم مستعملينها في العربيه، اللي هي موجود زي جلد وشويه جلوس بلاك. فالعربيه بصراحه من جوه شكلها حلو قوي. وعندنا فتحات تكييف موجوده في اماكنها الطبيعيه، واحده على شمالك واثنين في النص وواحده عند الباسنجر سيت. وحوالين الواحده اللي على شمالك ده في زي فريم كده جلوس بلاك شكله حلو قوي. وفتحات التكييف فيها زي ثلاثه ستراسز كده لونهم سيلفر، مدي العربيه شكل حلو قوي لفتحات التكييف. عندنا شاشه الانفوتينمنت سيستم، الفريم بتاعها جلوس بلاك وفيها برضو خط لونه كروم. كل الحاجات دي مديه الشاشه شكل فخم جدا، والشاشه 12 انش تقريبا. ويمكن عيبها الوحيد بس ان هي بتلاج شويه، من حيث انك انت لما بتدوس على حاجه بتاخد شويه وقت عقبال ما تريسبوند. وعندنا طبعا عدادات ديجيتال، العدادات الديجيتال على سكرين 12 انش برضو، عدادات شكلها حلو قوي ومودرن، وتقدر تعرف كل الجيجز اللي انت محتاجها زي السرعه، وتقدر تتحكم في كل حاجه من التارا المالتي فانكشن بكل سهوله. وعندنا ساوند سيستم براندد فوكال الكترا، السماعات موجوده في كل حته في العربيه، يمكن واحده هنا واثنين في جنب الباب في الكورنر. وعندنا برضو تحت الصوت بصراحه نقي جدا وحلو جدا، وعزلها كويس بحيث انك انت بتبقى قاعد جوه العربيه الصوت بيبقى عالي، لكن بره الصوت ما بيبقاش طالع. وعندنا برضو ستيتشز موجوده حوالين الساعه البي ار ام. فكل التفاصيل بصراحه لكجوريوس بطريقه يعني مرعبه. وحتى جنب الاوكرا برضو احنا ما قلناش الجزئيه ديت، في برضو الباترن بتاعهم اللي هو الدايموند. فزي ما بقول لكم زي ما قلنا بره بيبقى في كميه باترنز دايموند جوه رهيبه. ومساحات التخزين كويسه جدا، عندنا مساحه تخزين تحت الشاشه بتاعه الانفوتينمنت سيستم موجوده مساحه كويسه جدا. وعندنا برضو مساحه تخزين اصغر منها ورا الفتيس. وعندنا 2 كاب هولدرز، وبرضو في مساحه تخزين اللي هي في المخدع بين الكرسيين، مساحه تخزين مقبوله جدا وكويسه، ويمكن كمان عميقه لجوه شويه. فكل الحاجات ديت مخلي العربيه عمليه جدا ومخليها مريحه بشكل كبير قوي. عندنا برضو حاجه نسيناها ومهمه جدا، وهي الكراسي مريحه جدا. يمكن الكراسي ديت فيها مساج، والكراسي معموله من النابا ليذر. وعندنا برضو ستيتشز فيها نفس اللي موجوده على التابلو وعلى حاجات كتير قوي في العربيه، ستيتشز باللون الابيض. وبرضو معظم الستيتشنج واخد شكل دايموند، فبرضو مكمل مدي شكل العربيه من جوه دايموندز في كل حته، فشكل العربيه خرافي. والكراسي يمكن فيها سبورت خفيف من الجناب، فده مساعد جدا ومخلي العربيه يعني واخده جانب رياضي قليل قوي وجانب لكجوريوس اعلى بكتير قوي. وحاجات كتير برضو بخصوص الدرايفنج مودز، عندنا بادل شيفترز عشان لما تقلب العربيه على السبورت مود. وعندنا طبعا كروز كنترول وسبيد ليميتر. كل الحاجات ديت هي البيزكس اللي بتبقى موجوده في خلاص معظم العربيات، او يعتبر بقى كل العربيات الجديده بقى فيها كروز كنترول وسبيد ليميتر. فده كانت كل حاجه ليها علاقه بالانتيرير. وطبعا ستورج سبيس ما اتكلمناش عليها، وهي جنب الباب مساحات تخزين بتقدر تاخد لحد ازازه ميه كبيره، فمساحه تخزين مقبوله جدا. دي كانت كل حاجه جوه العربيه. بصراحه العربيه كانتيرير يعني افخم ما يكون، يعني اقدر ادي الانتيرير بكل راحه 8.5/10. انتيرير حلو قوي وساوند سيستم حلو، فتجربه ككل هايله جدا. يمكن المشكله الوحيده وهي السكرين ان هي لاجي شويه، يمكن بتتاخر شويه في الريسبونس بتاعها. وهنا بقى وحده تحكم الطياره بجد، عندك من هنا الانوار وبتبقى توت، الموضوع بيبقى سهل جدا، او حتى بسنسورز ممكن ما تقربش وتعدي ايدك كده. عندنا انك انت تفتح السقف، تفتح الشيد بتاعه البانوراميك سان روف. طبعا بانوراميك سان روف عملاق واخد يعتبر 70% من العربيه، وتقدر برضو تفتح الازاز بكل سهوله من الزرار ده. فده مديني احساس ان انا راكب جد بصراحه مش عربيه، كان لمسه شيك قوي يعني وعجباني جدا. تقدر تقفله برضو بكل سهوله بدوسه واحده، هو بيكمل لوحده.
ودلوقتي هنخش على المساحة الخلفية اللي هي الكنبة. وبصراحة أول كومنت إن نفس الماتيريالز اللي هم مستعملينها قدام، الستيتشز مكملة بالحاجات السوفت تاتش بنفس شكل الدايموندز، وسماعات برضو موجودة ورا، وعندك كل التحكمات بقى زي انك انت تقفل الازاز وتفتحه، والاوكرا بنفس الشكل اللي موجود قدام. فبصراحة ما استرخصوش خالص في الماتيريالز. والتنت اللي معمول ورا ده مخفف الشمس جدا، وبصراحة يعني بيخلي القعدة ورا منتهى الأريحية. وعندنا الكنبة كلها معمولة من نفس الماتيريالز اللي هي النابا ليذر، وفيها نفس الستيتشز اللي موجودة قدام، يمكن ستيف أكتر أو أنشف من القعدة على الكرسي اللي قدام. طبعا الكرسي اللي قدام يعني هو اللي المفروض يبقى أريح عشان ده كرسي السواق. والمساحات اللي ورا مريحة جدا، يمكن أنا رجلي موجودة يعني محطوطة وقاعد مستريح جدا، وأنا مرجع الكرسي بس ورا شويتين كرسي السواق، ولكن غير كده المساحات مقبولة جدا وكويسة. عندنا فتحات تكييف ديجيتال، دي برضو لمسة بصراحة لذيذة جدا، ان هي مش مانيوال، والحاجات اوتوماتيك كلها وديجيتال، تقدر تتحكم فيها. فتحتين تكييف بنفس الماتيريالز ونفس كل حاجة اللي موجودة قدام هي اللي موجودة ورا. عندنا كاب هولدر للناس اللي قاعدين ورا في المخدع، فبرضو ما فيهوش اي افتكاسات غير بس ان هي فيها شوية ستيتشز. عندنا 2 كاب هولدرز، فدي كل حاجة ورا. الكنبة بصراحة مريحة جدا، وزي ما قلت لكم هي عربية عائلية في المقام الأول، فهم يعني عاملين حسابهم قوي في كل التفاصيل اللي تخص انك انت تاخد اكبر عدد من الناس ممكن، في نفس الوقت بكل اريحية. ويمكن ميزة كمان ان العربية ما فيهاش نفق فتيس، فده بيخليك انك انت ممكن تقعد 3 اشخاص ورا مستريح جدا. وتفصيلتين كمان بصراحة برضو في منتهى الشياكة، هي نفس الهيد ريست اللي موجودة قدام هي اللي موجودة ورا، بنفس الستيتشز بنفس الراحة وبنفس كل حاجة. وعندنا برضو الانوار اللي موجودة زي ريدنج لايت كده، تقدر برضو تعمله بنفس الطريقة تاتش زي اللي قدام بالظبط، تقدر تقفلهم بكل سهولة. وبرضو شكلهم لكجوريوس قوي، فيهم لمسة زي جلوس بلاك وشكلهم حلو قوي. في نفس الوقت البانوراميك سان روف، انت ليك يعني نصيب الاسد لو انت قاعد ورا، انك انت لما السان روف بيفتح بتبقى شايف فيو رهيب، لان زي ما قلنا البانوراميك سان روف كبير قوي ورا، فالعربية تحفة من ورا بصراحة. دلوقتي هنبدأ بآخر فقرة خالص، وهي التست درايف وتجربة القيادة بتاعة العربية. وبصراحة الفقرة ديت هيبقى فيها يعني معلومات مهمة نوعا ما، لأن العربية ديت أنا مجربها تجربة شخصية على سفر، وجربتها في المدينة، وجربتها في كل الوضعيات اللي ممكن تجرب العربية فيها. فالكلام كله هيبقى مبني على يعني experience أو تجربة شخصية. فالعربية بصراحة سواقتها جوه المدينة هي كويسة جدا، يعني عزمها كويس جدا، 1600 سي سي توربو قلنا. ممكن استهلاكها في البنزين يكون تحس ان هو عالي شويتين، ولكن مقارنة بتجربة القيادة اللي هي بتديها لك فهي رفاهية تامة. وموضوع الكراسي مساج وكل الدلع اللي احنا اتكلمنا فيه، الطارة بتبقى خفيفة قوي لما بنتكلم على ان احنا على ايكو مود، فبنغير المودز من هنا زي ما قلنا. الطارة بتبقى خفيفة وسهلة جدا في يو تيرنز، وفي الحاجات اللي هي المفروض بتلف الطارة فيها كذا لفة، الطارة بتبقى خفيفة قوي على الايد، ما بتبقاش حاسس ان العربية طارتها تقيلة، فدي يمكن ميزة. والسواقة طبعا بتبقى ستيبل جدا. طبعا كلامنا يبقى اكتر على السبورت مود، انا شخصيا يعني ده المود المفضل بالنسبة لي في اي عربية، هو السبورت مود. والتغييرات اللي بتحصل في العربية خصوصا في العربية ده في السبورت مود بتبقى كتيرة، صوتها بيعلى والطارة بتنشف، دي الحاجات الكليشيه اللي احنا عارفينها عن معظم العربيات، والهاندلنج بتاعها بيبقى احسن. يمكن دي فرصة ان احنا داخلين دلوقتي على حاجة زي نص دايرة كده نزلة كوبري، نقدر نشوف العربية. يمكن انا ماسكها بايديا بكل سهولة وخفيفة جدا، يعني الموضوع مش مستاهل مني ان انا استعمل ايدين 2 واحنا سايقين برضه على سرعة 60 تقريبا. فكل الحاجات ديت مخليه العربية مريحة جدا، تحسسك باحساس يعني الراحه التامه وانت سايقها. وبرضو يعني احب اشارككم اللي انا شايفه من جوه، كميه الستيتشز وشكل العربيه من جوه مديني ايحاء انك انت راكب عربيه، يعني عارف انت حاجه كده من ريحه الاس كلاس في مرسيدس، اللي هو رفاهيه في كل حته بسبب ومن غير سبب. فدي بصراحه ده اللي بصراحه الاحساس اللي جاي لي، وعدادات ديجيتال وكل حاجه لذيذه. ده غير برضو اللي انا حابب اقوله لكم، نظره الناس ليك من بره، يعني الناس بتبقى شايفه شكل العربيه اجريسيف قوي، خصوصا لما ببقى ماشي على طريق وببقى عايز اعدي واقلب نور، الناس يعني يكاد يكون بتخاف من شكل العربيه، من شكل العربيه من قدام هجومي قوي، مع الفوانيس اللي انت شفتوها بره بيدي العربيه شكل خرافي ومرعب على الطريق، وان هي عاليه كمان.
فدي التجربه الشخصيه اللي انا جربت العربيه فيها، وده الاحساس اللي بيجي لي بصراحه. العربيه ليها هيبه على الطريق زي ما بيقولوا، ويعني كل الحاجات ده مزوده هيبتها بزياده، واللي بيركب جوه بينبهر بالانتيرير بتاعها. يعني مفيش حد ركب معايا العربيه غير واشاد بحته الانتيرير واللمسات اللي فيها ويعني حاسس ان العربيه اغلى من ثمنها بحبه حلوين قوي. دلوقتي هنجرب السبورت مود في العربيه. والسبورت مود بصراحه في كليشيهات زي ما اتكلمنا في الاول، ان الطاره بتتقل زي ما قلنا، ما بتبقاش خفيفه زي الاول. وتاني حاجه ان الصوت بيعلى شويه، بتحس ان صوت الاكزوست ابتدى يبان. والعربيه الهاندلنج بتاعها بيبقى كويس بصراحه، يمكن جربتها على سرعات عاليه. كان العيب الوحيد برضو قلناه كليشيه شويه، هو ان العزل على يعني مثلا بعد ما نعدي ال 120 صوت العزل ستيل بسمع صوت هوا من بره. فانا ما اعرفش، انا اللي دايما حاطط طموحاتي ان عزل اس كلاس ورولز رويس، بس بحس ان الحاجات ده برضو بديهيات. يعني العربيه لكجوريوس قوي، فطبيعي العزل في الكابينه يبقى يعني برضو حاجه مفروغ منها يعني. فهندوس شويه على السبورت مود. صوت العربيه ابتدى يعلى اكتر واكتر، وبرضو موجود البادل شيفترز بنقدر ننقل منهم بكل سهوله. فبصراحه العربيه على سبورت مود ثابته، حتى في الكيرفز الاجريسيف او الحتت اللي فيها كيرفات العربيه بتبقى ماسكه نفسها وكويسه جدا في الهاندلنج. احنا دلوقتي ماشيين على 140، العربيه ستيبل جدا وصوتها عمال بيعلى بس اكتر. دلوقتي بقينا ماشيين على 150، فالعربيه كاوفرول العزل ابتديت احس بمشكله العزل اللي كنت بتكلم فيها. لكن غير كده العربيه بصراحه هايله، الهاندلنج بتاعها مريح جدا وكويس جدا على سبورت مود. دلوقتي هنعمل لونش كنترول للعربيه. طبعا العربيه بتجيب من 0 ل 100 في 9 ثواني ونص، فاكيد مش هنبقى مهتمين قوي نعرف هي بتجيب في 9 ثواني ونص بالظبط ولا لا. فهنجرب هنجيب العربيه على سبورت مود ونقفل التكييف من الزرار ده، وهنشوف طلعت العربيه. انا دلوقتي على سبورت. صراحه صوت العربيه بيديك ايحاء ان العربيه سبورتي قوي، الصوت بيبقى عالي قوي، فدي بصراحه ميزه. احنا جبنا ال100 ودلوقتي ماشيين على 120. العربيه ما شاء الله يعني بتجمع سرعه في وقت قليل، بحس يعني ما اعتقدش انها 9 ثواني ونص، حاسس ان ده رقم ظالم شويه عليها. والعربيه بس يمكن بتبتدي من اول 140. زي ما قلنا موضوع العزل ده بحسه شويه بسيطه، يمكن مش كارثي، بس برضو العربيه بيبقى فيها رجه خفيفه كده، فبحس ان مش هتبقى ستيبل قوي على السرعات الاعلى من ال 150. فدي ممكن نقطه، مش عايزين نقول نقطه ضعف، لان هي مش نازله عشان تتساق بالسرعات العاليه اللي احنا بنسوقها عليها ده. هي عربيه عائليه وعربيه مدينه بالدرجه الاولى، وبتقدر تسافر عليها. فالسفر ما اعتقدش انك انت هتحتاج تعدي ال 140 بيها. لكن لو حابب انك انت تجري اعلى من كده، هي مش معموله عشان الهاندلنج السريع قوي اللي احنا عايزين نوصل له. فبصراحه دي كانت كل حاجه عن العربيه الدي اس، ومن تجربه شخصيه العربيه بصراحه واحده من العربيات المفضله بالنسبه لي في فئتها. يمكن هي بتنافس عربيات زي الكيو 5 والاكس 3 وعربيات كتير قوي زي الجي ال سي برضو. فالعربيه بصراحه كانتيرير، وطبعا مش بنفس سعر العربيات اللي احنا قلناها، ممكن تبقى اقل شويه، ولكن حاسس ان هي بتقدم حاجات ازيد شويه من المنافسين. فبالنسبه لي العربيه اكستيرير بتاعها خطير جدا، انتيرير تحفه ونقطه قوه. وبصراحه الفرنسيين بشكل عام ابتدوا يتطوروا جدا جدا في موضوع الانتيرير، وبقوا يعني يمكن ينافسوا الالمان مستريح قوي. والالمان ده متلخصه في مرسيدس عامه، لان بصراحه الانتيرير بتاع مرسيدس هو اجمد انتيرير من وجهه نظري. فدي النقطه. وعندنا اخر نقطه وهي تجربه القياده، كويسه جدا للهدف اللي هي عايز توصل له، ان هي عائليه وعربيه سفر. فكتجربه ككل بصراحه العربيه عجباني جدا ومريحه جدا. دي كانت كل حاجه عن العربيه الدي اس 7 الريفولي. كان معاكم محمد الزيات، واحنا كنا في راف لاين. ودي اكيد مش اخر عربيه، اكتبوا لنا في الكومنت لو في عربيه عايزين نعمل عليها ريفيو، هنحاول نجيبها ونعمل عليها ريفيو. وشكرا انكم اتفرجتوا.